السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكل متابعي القناة. حلقة جديدة عن أخبار الرياضة المصرية والعالمية. مارسيل كولر يقرر إقامة تدريبات الأهلي على فترتين اليوم، ويكتفي بالفترة التدريبية الصباحية في اليوم التالي، والاستمرار على هذا النظام خلال الأيام القادمة، ومنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات يوم الأحد القادم بعد عودة اللاعب وانضمامه إلى تدريبات الفريق الأول. الجهاز الفني المساعد لكولر يشيد بأداء محمد محمود البدني خلال التدريبات. كولر يشيد بلاعبي الأهلي بعد العودة للتدريبات بالحفاظ على الوزن والالتزام بالبرنامج الغذائي خلال الأجازة. النادي الأهلي ينفي أنباء انتقال مصطفى سعد لسيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الشتوية القادمة. نيو لوك بيرستاو الجديد في تدريبات النادي الأهلي يذكر جماهير الأهلي بالإنجولي جيلاردو لاعب النادي الأهلي السابق. رابطة الأندية تعلن معاقبة وحرمان عدد 987 مشجع للنادي الأهلي من حضور مباراتين لما بدر منهم من سباب جماعي خلال مباراة الفريق أمام الداخلية، وفي حالة تكرار الأمر يتم حرمانهم من حضور المباريات حتى نهاية الموسم. محامي عبد الله السعيد اللاعب ضاق صدره بعد الحجز على أرصدته وممتلكاته، وهذا ما جعله يتحدث عبر وسائل الإعلام لأول مرة منذ بداية الأزمة. ثروت سويلم عضو رابطة الأندية: سيكون هناك تحرك من رابطة الأندية بعد إزالة لافتة راعي النادي الأهلي في الإسماعيلية. عدل القيعي على قناة الأهلي: مش هنعلق على حوار عبد الله السعيد والأمر متروك للقضاء، وأي تعليق ممكن ينفع أو يضر، لكن اللوائح بتقول إن من حق أي لاعب عقده ينتهي إنه يتفاوض مع نادي آخر قبل نهاية عقده ب6 شهور بشرط عدم الحصول على مقدم تعاقد وإعلام ناديك السابق بمفاوضاتك مع نادي آخر مثلما حدث مع أحمد فتحي. إبراهيم المنيسي لرابطة الأندية: بأي منطق حددت إن اللي أخطأ من جماهير الأهلي 986؟ ليه مش 985 مثلا؟ جبت الرقم بالدقة دي منين؟ واشمعنى جمهور الأهلي بس اللي يتعاقب؟ وليه الجماهير اللي بتسيء للأهلي في بعض المباريات زي جمهور الزمالك مثلا ما سمعناش عن عقوبات ضدهم، وهو المفروض إن المراقبين بتكتب اللي بيحصل؟ النادي الأهلي يعرض 1,700,000 دولار على نادي مولدا النرويجي للتعاقد مع ديفيد فوفانا في يناير القادم. الإعلامي محمد شبانة: الأهلي رقم 5 على العالم في الشعبية، ده مش كلامي ولكن بالأرقام. خطوة جديدة للتأكيد على فشل اتحاد الكرة والمنظومة الكروية في مصر. رسميا تسريح منتخب 2006 بعد فشله في التأهل لأمم أفريقيا والهزيمة أمام المغرب 2-1، وبالتالي فشل الوصول لكأس العالم للناشئين. أولى طلبات فيريرا في الميركاتو الشتوي: المدير الفني البرتغالي طلب إدارة الزمالك بالتعاقد مع رأس حربة كأولى طلبات بشأن تدعيم صفوف الفريق، في ظل معاناة الفريق في مركز رأس الحربة وعدم تواجد سوى الثنائي سيف الدين الجزيري والبنيني سامسون إيكينولا. ويفضل الزمالك ما بين التعاقد مع رأس حربة محلي من الدوري المصري أو الاستفادة من اللائحة وبند اللاعب الأجنبي تحت السن والتعاقد مع لاعب أفريقي في مركز المهاجم الصريح. الزمالك يفاضل بين قطر والإمارات لسفر محمود الونش لقضاء الفترة التأهيلية هناك. بعد الحوار الصحفي لكريستيانو رونالدو ومهاجمة مانشستر يونايتد والمدرب، مانشستر يونايتد يوقع غرامة قدرها 1,000,000 جنيه استرليني على رونالدو. وتين هاك سيجتمع مع مسؤولين من النادي ليتم اتخاذ قرار بشأن مستقبل رونالدو مع الفريق. والتلجراف الإنجليزية: سينتظر مانشستر يونايتد عرض مقابلة كريستيانو رونالدو كاملة يوم الأربعاء أو الخميس قبل اتخاذ القرار النهائي، وهناك قبول عام داخل مانشستر يونايتد من أنه لا ينبغي على كريستيانو رونالدو تمثيل النادي مرة أخرى بعد مقابلته الأخيرة. ويشعر لاعبو مانشستر يونايتد وتين هاج بخيبة أمل شديدة جراء تصريحات رونالدو، إنهم محبطون للغاية لأنه لا يحترم النادي والمدير الفني واللاعبين بهذه الطريقة في الحديث. واللاعب يقوم بإلغاء متابعته حساب نادي اليونايتد على تويتر. هوجو لوريس في مؤتمر صحفي عن سؤاله إذا كان سيرتدي شارة دعم المثلية في كأس العالم: عندما يأتي الأجانب إلى فرنسا نريد منهم أن يحترموا ثقافتنا، وهذا نفس الشيء لقطر. أتفق أو أختلف مع أفكارهم ولكن يجب علي أن أحترمها. مانشستر سيتي يقترب من تقديم عرض مالي إلى ريال مدريد لضم الألماني توني كروس. رغم استدعائه إلى منتخب غانا، هيدسون إودوي يرفض الانضمام إلى المنتخب الغاني في كأس العالم أملا في الانضمام للمنتخب الإنجليزي في المستقبل. فريق في دوري الدرجة السابعة الإنجليزي يعلن رسميا تقديمه عرض لمانشستر سيتي لاستعارة هالاند لمدة 28 يوم.
صحيفة ديلي ميل: التقى كريستيانو رونالدو ووكيل أعماله مع بايرن ميونخ الأسبوع الماضي. المسؤولين في بايرن سافروا إلى إنجلترا لإجراء محادثات مع كريستيانو. بايرن يريد التعاقد معه في يناير. ليونيل ميسي: بعد الاعتزال سوف أرتبط بكرة القدم ولن أبتعد عنها أبدا. محمد النني يقترب من الرحيل عن أرسنال الإنجليزي في يناير المقبل، ونادي بشكتاش يسعى لضمه حتى نهاية الموسم، وأنباء عن تفكير اللاعب في العودة إلى مصر مجددا. موقف استثنائي من قطر: عبد الله الأنصاري رئيس الأمن في مونديال قطر 2022: إذا رفع أحد المشجعين العلم الملون في الملعب وسحب منه فلن يكون ذلك لأننا نريد الإساءة إليه، ولكن لحمايته. إذا لم نفعل ذلك يمكن لمشجع أن يهاجمه. إذا اشتريت تذكرة فيجب أن تحضر مباراة كرة قدم فقط. إذا كنت تريد التعبير عن رأيك في هذه القضية فافعل ذلك في مجتمع سيتم قبول ذلك به. لا تأتي وتهين المجتمع كله. لن نغير ديننا من أجل 28 يوم. يورجن كلوب عن المعسكر التدريبي لفريق ليفربول خلال كأس العالم: سنقيم المعسكر التدريبي في دبي لأنها قريبة من قطر، ومن يخرج من لاعبي ليفربول رفقة منتخب بلاده من كأس العالم سينضم إلينا بسهولة. حسن المستكاوي: منتخب مصر لو كان صعد كأس العالم ما كناش هنوصل لدور ال16. مرتضى منصور يعلق على قرار المجلس الأعلى للإعلام بالتحقيق في تجاوزات قناة الزمالك بعد ظهوره في أحد برامجها قبل أيام. أنا أسد لا أخاف ولست نادما على أي شيء قلته، وقناة الزمالك لن تغلق. إذا أردتم أن تحاسبوا فحاسبوا المتكلم وهو أنا. الغاضبون من كلامي هم الخونة. لم أخطئ في حق أي شخص محترم، بالعكس أنا من الذين أفشلوا مخطط إسقاط مصر. مبدئي دائما إذا خفت ما تتكلمش، وإذا اتكلمت ما تخافش. لاعبي الزمالك يعودون للتدريبات مرة أخرى بعد انتهاء الراحة المقررة للفريق. الاتحاد السكندري: لم نتلقى أي طلب رسمي من الزمالك من أجل استعادة خدمات محمود علاء في يناير. روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا عن مواجهة منتخب مصر: مباراة مصر فرصة رائعة لنا قبل السفر إلى قطر. مواجهة خصم إفريقي من الشرق الأوسط يفي بجميع المتطلبات التي نبحث عنها استعدادا لكأس العالم. كارلوس كيروش على قناة أون تايم سبورت: إنه شعور رائع. أنا سأشارك في كأس العالم بقيادة منتخب إيران. رسميا استبعاد فهد المولد من قائمة المنتخب السعودي بسبب أزمة المنشطات. انتهت أخبارنا. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. ادعم الفيديو بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله.